صوت الصحافة، نبض الخبر. القصة الملهمة. نوانكو كانو بطل القلب الذي عاد بعد توقف عام كامل. منتخب نيجيريا يفوز بذهبية أولمبياد 1996 التاريخية، والجميع يحتفل بنجمهم الشاب نوانكو كانو. كان كانو مثالا للقوة الإفريقية والموهبة الخام. انتقل بعدها إلى انتر ميلان، وبدا العلم يفتح ذراعيه أمامه، لكن القدر كان يخفي له تحديا غير كروي. خلال الفحص الطبي الروتيني اكتشف الأطباء شيئا مروعا، عيب خلقي خطير في صمام القلب. كان التشخيص صادما، يحتاج لعملية قلب مفتوح على الفور، ومستقبله الكروي أصبح في مهب الريح. تخيل أنك في قمة مجدك وتهدد حياتك كلها بالتوقف. خضع كانو لعملية جراحية دقيقة وغاب عن الملاعب عاما كاملا. كان عاما من الشك والخوف، ليس فقط على مسيرته بل على حياته. القليلون جدا من الرياضيين يعودون بعد مثل هذه الجراحة الخطيرة، لكن كانو رفض أن يكتب الأطباء نهاية قصته. لقد كان مصمما على العودة. لم يكن يتدرب لأجل اللياقة البدنية فقط، بل كان يقاتل من أجل قلبه الذي خانه. وعندما عاد لم يعد ضعيفا، بل عاد قويا متألقا في صفوف أرسنال. كان كل هدف يسجله وكل بطولة يفوز بها هو إعلان انتصار على المرض القاتل. قصة نوانكو كانو هي قصة الانتصار على المحنة الجسدية بأقصى درجات الإيمان. لقد أسس مؤسسة كانو القلبية لجمع التبرعات لمساعدة الأطفال الأفارقة المصابين بنفس المرض. لم يصبح بطلا في كرة القدم فحسب، بل أصبح بطلا حقيقيا للإنسانية. كانو هو الأسطورة التي أثبتت أن الشغف يمكن أن يشفي الجسد ويحيي الأمل في قلوب الآخرين. صوت الصحافة، نبض الخبر.